بكره ان شاء الله المصري وبيراميدز في اول لقاءات بيراميدز في الدور الثاني، واول لقاءات عماد النحاس مع المصري في مهمته الجديده. بيراميدز بكره ان شاء الله كامل العدد، مفيش اي غيابات، حتى وليد الكارتي ان شاء الله هيكون موجود. وان شاء الله التشكيل هيكون احمد الشناوي قدامه اثنين، احمد سامي ومحمود مرعي، على اليمين محمد الشيبي، على الشمال محمد حمدي ابراهيم. بنسبه كبيره مش هيلعب بكريم حافظ، هيلعب محمد حمدي ابراهيم. في نص الملعب هيلعب مهند لاشين وحامد حمدان، قدامهم ناصر ماهر، على يمينه زلاكا، وعلى شماله انا اتمنى عودة الفخوري، لكني اتوقع انه هيبدا بزيكو. وراس حربه هيلاعب فيستون مايل. المصري راجع بمعنويات عاليه بعد خسارته قصاد الزمالك مع مدربه الجديد. ان شاء الله ان شاء الله ما يقدروش يعملوا حاجه قصاد بيراميدز، لكن ماتش صعب جدا، خصوصا انه المصري ما عندوش حاجه يخسرها، ودي الفرصه الوحيده ان هو يلعب السنه الجايه في الكونفدراليه، ان هو ياخد مركز رابع ويستنى انه بيراميدز يكسب زد في نهائي كاس مصر. يا رب يا عم كورنسلاف ما تتعبناش معاك بكره، يا رب يا رب بكره تكسب المصري.